والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. يا رب لك الحمد يا مستوجب الحمد دائما على كل حال، حمد فان لدائم. لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، مقرونا بشكرك والرضا عن جنابك. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، تفرد بالربوبية، حكم فعدل، وأعطى فأجزل، لا ضد ولا ند، ولا والد ولا ولد له. من استعان به أعانه، ومن استنصره نصره، من تاب إليه تاب عليه، ومن توكل عليه كفاه، ومن تواضع للرحمن كرمه، ومن ترفع بغيا حطه الله. وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله، قام من الليل حتى تفطرت قدماه، تلي عليه القرآن ففاضت له عيناه، جاهد في الله حتى أتاه اليقين. اللهم يا جامع الناس ليوم لا ريب فيه إنك لا تخلف الميعاد، اجمع بيننا وبينه في أعلى مراتب الجنة. عسى فرجا يكون عسى، نعلل أنفسا بعسى، فلا تقنط، وإن حملت هما يقطع النفسا، فأقرب ما يكون العبد من فرج إذا يئس. اللهم فرجك القريب ونصرك المبين. أوصيكم معاشر المسلمين بتقوى الله عز وجل، وأسرجوا خيولكم ليوم يجعل الولدان شيبا، يعرض فيه الناس على الله عريانا. قالت الصديقة ابنة الصديق: يا رسول الله، الرجال والنساء؟ قال: يا عائشة، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. اللهم الطف بنا ساعة الوقوف بين يديك. يقول الحق سبحانه في محكم التنزيل على لسان عبده الصالح النبي ابن النبي الكريم ابن الكريم ابن الكريم يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم لأسباطه، وقد غدروا بأخيهم وطوت السنين أيامها، وصار علم الرياضيات ضربا من الجنون. يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه، ولا تيأسوا من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. أيها الناس، في علم النفس يتحدثون عن أمور سلبية إذا عاش الإنسان في داخلها ورسم حوله دائرتها أهلكته وهو في الدنيا، فعاش في ضيق وحزن وكمد ويأس. ودينكم يا أيها السادة جاء بممحات يمحو كل شيء سلبي، ويكتب كل ما فيه الخير لك ليسعدك في دنياك وفي أخراك. اليأس عقيدة الكفر وبريد الكفر، وأول خطوة في مسيرة الشياطين. لا تيأسوا من روح الله. لما؟ قال: إنه لا ييأس
ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. بريد الكفر أول خطوة في طريق الهدم إذا استوطن في أمة أهلكها، وإذا دخل إلى أسرة محى منها بركات الله عز وجل. وقد اخترت أن أحدثكم اليوم على 4 محاور. المحور الأول، وطبعا هي كثيرة، لكن الله عز وجل اختار لي تلكم المحاور لأنها شاعت في كثير ممن أرى. المحور الأول، أين الله؟ ليه لا يتدخل؟ أين النصر؟ أين الفرج؟ كنا نعيش في بحبوحة، كانت الشام مضرب المثل، الحق يذبح على مذابح الباطل، والله يرى ذلك. لهؤلاء أقول: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. يأس، قنوط. ولكن جنود الله كانت أسرع إلى جيش أبي سفيان في الخندق، فاقتلعت خيامهم وكفأت قدورهم. وإن الذي أرسل الريح في ذلكم اليوم المشهود لهو الذي يقدر ويستطيع اليوم أن يرسل لنا جنودا فتقلب موازين الباطل في أي مكان كان لتحق الحق وتمحو الباطل وتعيد الأمور إلى نصابها. حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا، وفي قراءة الجماعة كذبوا، جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. ليس السؤال هل يأتي الفرج أم لا، لكن السؤال الملح أنت أين، في أي صف؟ إذا كنت في صف الحق فأعطني جبينك لأقبل منه موضع السجود، وإذا كنت في صف الباطل فدونك قدم اليسرى، لأنك أضعت الله عز وجل وأضعت دينك. ليس السؤال متى يأتي الفرج أو أن النصر سيأتي أم لا، لكن السؤال أنت في أي مكان تقف. في صلاة الصبح اليوم رأيت إخوة تجمعوا أمام الباب، إخوة أحبة خير، قالوا شيخ أبو فلان، قلت ما له؟ قالوا مات قبيل الساعة 1 ليلا ليس فيه داء ولا مرض، رحل إلى لقاء الله عز وجل. في أي الصف كان؟ هو اليأس الذي يدمر الأسر والمجتمعات والدول والأمم. ما عرفه رسول الله ولا أصحابه. أنت تقرأ في سنته وسيرته أنه كان طريدا شريدا من مكة إلى المدينة، وكان سراقة بن مالك بن جعشم فارس الفرسان الذي يصرع بيمناه 10 فرسان يتابع رسول الله طمعا في 100 ناقة من قريش. وصل إلى رسول الله، ساخت الأرض تحت قدمي فرس سراقة فساخت الفرس وغرقت في رمال الجزيرة.
يا محمد أسألك الرحم. قال يا سراقة عم عنه. يا سراقة كيف بك إذا ألبست سواري كسرى؟ قال يا محمد كسرى بن هرمز؟ قال نعم. قال فاكتب لي بذلك كتابا. ودارت الأيام يا سادة، والأيام دول، والعوام يقولون الدنيا دولاب. دارت الأيام وفتحت كنوز كسرى، ووقف الفاروق عمر وبيده تاج كسرى وسواريه وخرزه، يقول أين سراقة بن مالك؟ قال هنا يا أمير المؤمنين. قال دونك سواري كسرى، يوم بر ووفاء. لا تيأس، لأن الله عز وجل موجود، لكن السؤال أنت في أي صف؟ المحور الثاني، وقد رأيته دب في كثير من شبابنا، اليأس من رحمة الله عز وجل. رجل كخطيبكم خلطه وأساء إلى نفسه وظلمها وأوبقها في معاصي الله عز وجل. يأتي الشيطان يقول له وين تذهب؟ أي توبة هذه؟ أنت خلاص انتهيت، أنت زنيت، أنت لعبت القمار، أنت شربت الخمر، أنت فعلت، أنت، هذه كلها من الشيطان. اسمع إلى قول الحق عز وجل: لا تقنطوا من رحمة الله، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. قال المفسرون فيها وفي بعض أسباب نزولها أن وحشيا العبد الأسود الذي قتل الحمزة عم رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء المصطفى بعد أن تصلوا عليه، فأشاح المصطفى بوجهه عن وحشي، قال يا رسول الله جئتك مسلما تائبا لكني مستجير حتى أسمع كلام الله، فقرأ عليه المعصوم الذي لا معصوم بعده قول الله عز وجل: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. قال وحشي: لكني أرى شرطا يا رسول الله فأجرني حتى أسمع كلام الله، فتلا عليه المصطفى قول الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قال أرى أن الله اشترط يا رسول الله فلا أدري هل أشاء أم لا، فأجرني حتى أسمع كلام الله، حتى نزلت الآيات من سورة الزمر: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. إياك وإن خلطت وفعلت لا تقنط من رحمة الله عز وجل أبدا. قبل أيام تداول أهل الانترنت مقاطع مفيدة فيها عالم جليل يتحدث عبر الفضاء مع مذيع من المذيعين يقول: في الستينيات كنا ندعو الناس إلى الله عز وجل، وكان مطلوب منا أن نأتي بأي رجل شارد عن الله وندخله المسجد. قال خرجت أول يوم، ثاني يوم، ثالث يوم، ما حظيت بأحد. مرة حظيت بشارد عن الله، قلت له دخيلك تأتي إلى المسجد تتوب؟ قال له نعم أتوب. قال الشيخ فأدخلته المسجد، فلما اجتمع الناس من حوله وإذا به سكران ورائحة الخمر تفوح من كل مكان في جسده. قال فأوسعني الناس ضربا بالأحذية لي ولهذا التائب، اخرجوه من الجامع، هذا مدنس. قال ولكن الرجل أبى أن يخرج وأصر إلا أن يصلي في الصف الأول. يقول الشيخ وقد تحدث في الفضاء: وصلى الرجل مع الإمام في الصف الأول، فلما انتهت الصلاة والرجل ساجد حركته وإذا به قد مات. نعم مات ساجدا في الصف الأول في بيت الله عز وجل.
اللهم لا تقنطنا من رحمتك، اللهم لا تقنطنا من فضل عفوك، فإننا وعزة اسمك الذي لا يقسم إلا به لو أنك حاسبتنا بذنوبنا أهلكتنا، لو أنك عاملتنا بما نحن له أهل أذبتنا في نيران الجحيم، غير أننا نطمع عليك أن تكرمنا بأن تثقل موازيننا بلا إله إلا الله مقرونة بحسن الظن بجنابك. أيها الناس، لا يقنطنكم الشيطان من رحمة الله عز وجل، ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة أن المصطفى بعد أن تصلوا عليه يقول: إن عبدا من بني إسرائيل عصى الله عز وجل فقال: يا رب إني أصبت ذنبا فاغفره لي، فقال الله عز وجل: علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به، اشهدوا أني قد غفرت لعبدي. قال المصطفى: ثم أصاب العبد ذنبا آخر فقال: يا رب أصبت ذنبا آخر فاغفره لي، فقال الحق عز وجل: يا ملائكتي علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به، اشهدوا أني قد غفرت لعبدي. يقول المصطفى: ثم أصاب العبد ذنبا آخر في الثالثة والحديث في الصحيحين، فقال: يا رب إني أصبت ذنبا آخر فاغفره لي، فقال الحق عز وجل: وهنا أعرني قلبك وشنف لي مسامعك، قال الحق عز وجل: يا ملائكتي اشهدوا أني قد غفرت لعبدي وإن عاد وإن عاد وإن عاد وإن عاد وإن عاد وإن عاد. قال ابن حجر في شرحه لصحيح البخاري، قال: إن عاد العبد بالمعصية وعاد بالتوبة عاد الله عليه بالمغفرة. اللهم إنا عدنا إليك بالتوبة النصوح فاغفر لنا ما مضى يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم. لا تيأس، كلمة ضعها في أذنك حتى تخرج آخر أنفاسك المعدودة وتنقضي آخر أيامك المحدودة. المحور الثالث: لا تيأس من صلاح الناس، لا تيأس من صلاح الناس، فإن الله عز وجل هو الذي يمتلك قلوب الخلائق، وفي الصحيح: قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. يونس ابن متى النبي الكريم الذي دعا إلى ربه سنين طويلة فلم يؤمن معه أحد ولم يتبعه أحد، ترك الناس وولى وترك الدعوة إلى الله، ووقع في قلبه أن الناس لن يسلموا. قال تعالى: وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. أجل يونس لما ترك الدعوة إلى الله وظن أن صلاح الناس على يديه ابتلاه الله عز وجل بسجن من أغرب سجون الكون، التقمه الحوت وهو مليم، سجن في ظلمات بطن الحوت، في ظلمات المحيطات، في ظلمات البحار، في ظلمات الليالي. وفي الحديث: إذا قال الرجل هلك الناس كان أهلكهم، إذا قال الرجل هلك الناس فهو أهلكهم. كان الصحب يقولون: يسلم حمار الخطاب ولا يسلم عمر، يسلم حمار الخطاب ولا يسلم عمر. لكن عمر أسلم، لكن عمر أقام العدل في الأرض حتى كأني بالمؤرخين يعجزوا أن يأتوا بمثل عمر الذي أقام العدل في الوجود بعد رسول الله وصاحبه الصديق. حمار الخطاب يسلم ولا يسلم عمر، وأسلم عمر وكان ثاني الخلفاء الراشدين رضي الله عنه وارضاه. لا تيأس من صلاح الناس،
فقط ذكر الناس بالله، فإن في الناس من الإيمان ما لا يعلمه إلا الله. حرك هذا الإيمان أنت ولتكن دالا للخلائق على الله سبحانه وتعالى. لا تيأس وتقول فسدت الأمة، شوف يا شيخ الشوارع، شوف الكازينوهات. قل نعم أنا أرى كما ترى، لكني أرى أيضا أن الله عز وجل إن كتب على يدي هداية رجل شارد عن جنابه كان خيرا لي من حمر النعم، كان خيرا لي من الدنيا وما فيها. لا تيأس إذا قطعت ذريتك ونسلك، فإن الله عز وجل ضرب لنا مثالين في كتابه. أما الأول فقال وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. زكريا بلغ من الكبر عتيا، شيخ طاعن، وزوجه امرأة آيس عاقر. لم يمنعه ذلك أن يدعو الله عز وجل رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، فاستجبنا له. وإذا كنت ممن يلمح في اللغة العربية إضاءاتها تعلم أن هذه الفاء فاء الترتيب والتعقيب من غير مهلة، بمجرد أنه دعا فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه. إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. لا تيأس، فإن إبراهيم الخليل على نبينا وعليه السلام شيخ طاعن أيضا، وزوجه هاجر عليه السلام. وكان أبو الضيفان جاءه ضيوف أراد أن يكرمهم، ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام، فما لبث أن جاء بعجل حنيذ. فلما قربه إليهم الآيات قالت امرأته يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب. قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد. وجاء إسماعيل الذبيح الأول على نبينا وعليه السلام. لا تيأس، فإن الله سبحانه وتعالى بيده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. أيها الناس، متى دب اليأس إلى قلوب البعض منا فاعلموا أن أعداءكم يحاربونكم بسلاح لا يملكونه لكن الشيطان يملكه. اللهم أجرنا من اليأس والقنوط، واجعلنا من الذين ينظرون بعين الأمل إلى جنابه وعين الثقة إلى جلاله. بل إن الله عز وجل يا معاشر الناس إذا أدخل أهل الجنة جنتهم وأهل النار نارهم ورجل يحبو بين الجنة والنار يقول يا رب على باب الجنة فقط، فيدخله الحق عز وجل يقول أشترط عليك ألا تطلب أكثر، يقول يا رب ما بدي أكثر، فقط باب الجنة. ويدخل الرجل فإذا دخل باب الجنة ورأى غرفها وأنهارها وحورياتها وضوء المصطفى المعصوم فيها قال يا رب فقط درجات، حتى يضحك الحق عز وجل لهذا العبد. أجل لا تيأس، حتى ونحن في عرصات يوم القيامة صح عن المصطفى أن رجلا حوسب فأهين وأدخل النار بعمله، لكنه بين أطباقها بدأ يصيح وينادي يا رب يا رب يا رب، ويأمر الحق عز وجل ملائكته أن يعوذوا بالعبد، والحديث في الصحيح. فيعود العبد إلى ربه فيقول ما لك؟ يقول يا رب يا رب ما كنت أظن أنك تخرجني منها ثم تعيدني إليها. فيقول خذوا عبدي إلى الجنة. لا ييأس وهو على أطباق النار وأبوابها. لما؟ لأن أول اسم لأسماء الله عز وجل في كتابكم بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا رحمن ارحمنا ويا رحيم أكرمنا ويا مغيث أغثنا ويا جواد جد علينا ويا فارج الهم حقق لهذا الخطيب ما قال واجعل فرجك قريبا عاجلا غير آجل مولاي
وسيدي وخالقي. صل اللهم على نبينا محمد وآله وأصحابه، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، أشكره وهو الذي وعد المزيد لمن شكر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله خير الخلق للبشر. اعلموا عباد الله أن الله أمركم بأمر عميم بدأ به بنفسه وثنى بملائكة قدسه، فقال ولم يزل قائلا عليما وأمرا حكيما: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم، وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الأربعة الخلفاء السادة الحنفاء أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الصحابة والقرابة والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وارض عنا معهم برضوانك واشملنا بعفوك وإحسانك. واعلموا أن ضيوفنا لهذا اليوم لا زالوا يجمعون لجامع إبراهيم الخليل على نبينا وعليه أشرف الصلاة والسلام، وجمعية المكفوفين فمدوا لهؤلاء يد العون وأجزلوا لهم العطاء. واعلموا أنكم على أبواب من يسمع صوتنا ويرى مكاننا ولا يخفى عليه شيء من أمرنا. اللهم إن لنا ببابك حاجات وحاجات، اللهم إن لنا ببابك حاجات وحاجات، اللهم إن لنا ببابك حاجات وحاجات. نسألك بأحب أسمائك الحسنى إليك وأقرب أسمائك الحسنى إليك أن تقضي اللهم في هذه الساعة حاجاتنا، وأن تستر فيها عوراتنا، وأن تجبر فيها كسر قلوبنا، وأن تحسن فيها ختامنا، وأن تكتبنا فيها من الذاكرين الشاكرين الذين سألوك فأعطيتهم، واستغفروك فغفرت لهم، وتابوا إليك فتبت عليهم. يا تواب يا الله، يا كريم يا الله، يا حي يا قيوم يا الله. بارك لنا في رجب وشعبان، وبلغنا رمضان، وبلغنا رمضان، وبلغنا رمضان على غير هذه الحالة من قسوة القلب، وعلى غير هذه الحالة من كثرة الذنب، وعلى غير هذه الحالة من البعد عن جنابك. بلغنا رمضان وقلوبنا لينة، بلغنا رمضان وعيوننا دامعة، بلغنا رمضان يا حي يا قيوم. وقد كتبت للشام الفرج، اللهم فرجك القريب، اللهم فرجك القريب. فقد خابت ظنوننا إلا بجلالك، وانقطع رجاؤنا إلا عن جنابك، وقل اعتمادنا إلا عليك. يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم. ما نحن إلا عباد من عبادك، تستهوينا الشياطين وتضلنا النفوس، فنقع يا مولانا، فنقع يا مولانا في معصيتك. وها نحن تائبون إليك فتب علينا، عائدون إليك فاعد علينا، معترفون بكل ماضينا فاغفر لنا ما كان من الذنوب والعصيان، واجعل ما نستقبل من أعمالنا وأيامنا خيرا مما مضى منها. يا حي يا قيوم، إن لكل واحد من المؤمنين في بابك حاجة، اللهم فاقض حاجته، اللهم واستر عورته، اللهم واجبر كسره، اللهم ويسر أمرنا وأمره. اللهم يا غفور اغفر لنا ولوالدينا، اللهم رد قلوبهم الشريفة عنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليه. يا جامع الناس اجمعنا بهم في أعلى مراتب الجنة، فإنه إذا لم تلحق أعمالنا بأعمالهم فإنا قرأنا في كتابك: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء، كل امرئ بما كسب رهين. اللهم ألحقنا بالصالحين، اللهم ألحقنا بالصالحين. اللهم أكرمنا في الدنيا بمحبتهم وفي الآخرة بشفاعتهم، فما لنا من شافعين ولا صديق حميم. اللهم فاجعلنا ممن يشفعون في الناس ويشفع الصالحون فيهم يا حي يا قيوم. اللهم استرنا ولا تفضحنا، اللهم أعطنا ولا تحرمنا، اللهم أكرمنا ولا تهنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم تقبل منا ما دعونا، وتقبل منا ما تلونا، واجعله ثقلا في موازيننا يوم نلقاك وأنت راض عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على نبينا محمد وآله وأصحابه، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر
ولذكر الله أكبر. فاذكروا الله يذكركم واشكروه يزدكم والله يعلم ما تصنعون. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. بان لا إله إلا الله. اللهم أحسن وقوفنا بين يديك وارحمنا ولا تخزنا يوم العرض عليك. استقيموا تراصوا. صلاة الجنازة في جنازة، لكن فورا بعد صلاة الفرض نصلي السنة إن شاء الله عز وجل، ثم نصلي صلاة الجنازة. أثابنا وأثابكم الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له وكشفنا ما به من ضر. فاستجبنا له وكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى للعابدين. وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين. وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وذنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. الله سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. إخواننا نصلي الجنازة بعدين نصلي السنة. الله حتى نؤخر الإخوان.